يا مساء الفل، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يومكم مليان تفاؤل وحب. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هقول لكم على الجاتوه شاتوه بقى، القمر ده كريمه كده وبيدوب في البق. والله العظيم يا بنات مش هتندموا. 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وكوبايه زيت، وكوبايه كوبايه الا ربع زيت، وكوبايه الا ربع لبن، وكوبايتين سكر، وربع معلقه من قهوه سريعه الذوبان، ورشه ملح، ومعلقه خل، وخمس معالق كاكاو، وثلاث كوبايات دقيق. وكمان هنحط كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر، ونقول بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عشان كده يبقى يومنا مليان تفاؤل وحب يا بنات. وجمعة مباركة عليكم يا حبايبي. النهارده بقى هنعمل كده جاتوه بيدوب في البق. عملنا ايه يا فاتن؟ حطينا كوبايتين السكر في الخلاط زي ما انتم شايفين، وهحط ربع معلقه من قهوه سريعه الذوبان، وكوبايه الا ربع من الزيت، ورشه الملح كده عشان تعادل كل اللي انتوا شايفينه ده. رشه الملح دي رشه كده بين صوابعك خفيفه، وكيس كيس فانيليا. وهحط كوبايه الا ربع من الحليب، ايوه كوبايه الا ربع من الحليب، ومعلقتين 3 من الكاكاو. انا الكاكاو بتاعي خام فحطيت 3 معالق. انت بقى لو الكاكاو بتاعك اللي هو بيبقى فاتح شويه ده، حطي 4 معالق. وضربتهم كويس قوي في الخلاط، واخدت بقى كوبايه كده من الصوص الجميل ده، هحطها في التلاجة واركنها على جنب. وتعالوا بقى نكمل بقيه ايه المقادير. انا حسيت ان القهوه سريعه الذوبان بتديها طعم حلو قوي، والمعشاق يعني القهوه او النسكافيه يزود. انا حطيت كمان ربع معلقه، وزي ما انتم شايفين كده. هحط بقى ايه 3 بيضات. هنزل بالثلاث بيضات، 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه يا بنات، وهضربهم كويس قوي. وتعالوا بقى نحط المواد الجافه. عندي 3 كوبايات من الدقيق، هنخلهم كويس جدا جدا بالشكل ده. اهم حاجه تنخلي الدقيق بتاعك كويس، عشان كل ما تنخلي الدقيق كل ما الكيك بتاعتك او الجاتو بتاعك هيبقى هش جدا. مش شرط البيض، عشان الكيكه يا جماعه مش بالبيض. هتشوفوا ال3 بيضات اللي انا عاملاهم، اللهم بارك اللهم بارك، الجاتو بتاعي هش وبيدوب في البق. دخلت كده الدقيق بتاعي، وهندخل كمان البيكنج باودر. احط كيس كده من البيكنج باودر، اي نوع انت بتستخدميه، كل الانواع بصراحه كويسه، بس ده كوكس وانا بحب استخدمه، بيدي نتيجه حلوه قوي، احسن من الكيك شيف ده، ما بحبوش خالص. كوكس احسن بكتير. وهنخله كويس جدا جدا، وهحطه بقى على الدقيق. اهم حاجه نخل الدقيق مره واتنين وتلاته، كل ما تنخلي الدقيق كويس هو ده اللي بيدي الطراوه للكيك بتاعك. هنا انا كنت حاسه ان الكاكاو بتاعي يعني فاتح شويه، انا بحب الكيكه كده تكون غامقه وتكون فعلا بالشوكولاته، فحطيت كده معلقتين من الكاكاو ونخلتهم كويس قوي زي ما انتم شايفين اهو. وهقلب بقى كده المواد الجافه مع بعض، بالبيكنج باودر بالكاكاو بالدقيق، قبل ما انزل الخليط اللي انا ضربته في الخلاط. شايفين؟ طبعا قبليها، طبعا قبل ما تبداي خالص، تكوني مولعه الفرن بتاعك على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص من تحت بس، اوعي تولعي من فوق، من تحت بس. اهم حاجه يسخن كويس قوي الفرن بتاعك، وانزلي بقى بالصوص. شايفين؟ ده مش صوص، ده كريمه، والله كريمه تحفه، بسم الله ما شاء الله، تحفه جدا. عايزه بقى الكيكه بتاعتك تدوب في البق كده، وتحسي ان هي فعلا جاتوه مش كيكه، والله فعلا كانت جاتوه وتحفه، اللهم بارك، كانت حلوه جدا. بعد ما قلبت الخليط كويس جدا بالمضرب اليدوي، مش محتاجين مضرب كهربائي ولا اي حاجه، هنزل بكوبايه من الميه السخنه. ايوه التركايه دي تركايه بتاعتي، وتركايه بصي هتخلي الكيكه بتاعتك في حته تانية خالص. ميه تكون سخنه مغليه، ما تخافيش وتقولي البيض هيستوي والكلام ده، لا، وهتفك معاكي وتبقى زي الفل. دلوقتي بصوا، هضرب 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 لحد ما تتناسق كله مع بعضه، الكاكاو مع الخليط مع الميه السخنه بالشكل ده. شايفين بقى؟ عايزه اقول لكم الميه السخنه دي بتخلي الكيكه والله العظيم بتدوب في بقك. بصي مش هتعملي غير بالطريقه دي. انا كنت مستغربه الموضوع، بس بصراحه لما عملتها عجبتني جدا، واعتمدتها بقى من سنين، ما بقتش اعملها الا بيها. حطينا بقى كوبايه ميه سخنه وقلبنا كويس قوي في الخليط. وعندي هنا بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها، ادهنها كده بالزيت ورشه من الكاكاو عشان ما يلزقش معانا الكيك بتاعنا. طيب انا الصينيه بتاعتي ما بتلزقش يا فاتن، لا برضو لازم تدهنيها كده عشان ما تلزقش منك الكيك او الجاتو بتاعك. رشه زيت خفيفه خالص كده، وبالفرشه بتاعك تبداي كده ادهني. وهتقومي بقى رشه كاكاو لو انت عاملاها بالشوكولاته، رشه دقيق لو انت عاملاها فانيليا. طبعا تقدري تعملي نفس المقادير دي بالظبط، بس تقدري تستغني عن الكاكاو
وصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. تقدري تعمليها بالمقادير اللي انا بقولك عليها: 3 بيضات، كوبايتين سكر، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع زيت، كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه خل، رشه ملح. بس هي دي مقادير الكيكه. واوعي تكتري البيض، ومش بكتر البيض، ولا واحده تقولك حطي 5 6 بيضات والجو ده. 3 بيضات عملت الصينيتين القمر اللي انتوا شايفينها دي. هرش كده وابدر كده الكاكاو بتاعي عشان الكيكه لما اجي اقلبها ما تلزقش مني. وتعالوا بقى كده اهو، شايفين؟ سهل جدا. ولو انت عندك زبده، لو انت عندك زبده تقدري تدهني القالب زبده، وما تحطيش كاكاو ولا زيت. الزبده بتغني عن كل حاجه، بس انا ما كانش عندي زبده فدهنت القالب كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى الخليط بتاعي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين عامل ازاي؟ والله يا بنات تحفه. اعملي كل حاجه في البيت وما تشتريش حاجه من بره. اهم حاجه تطلعي الهواء كده من الصينيه، ترزعيها كده كام رزعه كده على الرخامه. وهحط بقى في القالب ده كمان اهو بالشكل ده. وتعالوا بقى ندخلها على الفرن على درجه حراره 180. خدت بالظبط نص ساعه بالظبط معاكي. بعد كده تقدري تجيبي سكينه او خله وتختبري الكيكه بتاعتك. اول ما السكينه تطلع معاكي ناشفه كده الكيكه استوت، تقفلي الفرن وتسيبي الكيكه لمده دقيقه جوه الفرن. الكيكه بتاعتي بتهبط يا فاتن عشان بتطلعيها على طول من الفرن. لازم الكيكه تطفي الفرن وتسيبيها جوه الفرن شويه. الكيكه بتاعتي استوت اهي ما شاء الله، اللهم بارك، وزي الفل. هجيب كده شوكه او سكينه وابتدي كده ايه، انغزها كده بالشكل ده عشان انا عايزاها تشرب الصوص بتاعها. عايزه اقول لكم الصوص ده تحفه. بص بقى، شوكولاته، صوص شوكولاته من غير شوكولاته، حاجه كده اقتصاديه وحاجه كده كريمي. شايفين بقى تحفه ازاي؟ تحفه. انا بصراحه ولادي بيعشقوا الكيكه بالطريقه دي. مش دايما بعمل اللي هي بال ايه يا ربي، برتقان، ولا بالفانيليا، لان ولادي حطيهم في شوكولاته بيحبوا الشوكولاته جدا. فانا بصراحه كنت عايزه اكافئهم لان احنا مضغوطين بقى امتحانات وداخله على ابواب فدروس بقى ومذاكره كتير. فقلت الويك اند بقى افرحهم كده واعمل لهم الجاتو شاتو او الكيك بتاعتهم دي بيحبوها. فرحت عملتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ب3 بيضات، وعملت الصينيتين دول. تعالوا كمان اوريكم بقى الصينيه القمر اللي انا عملتها التاني، القالب الصغير. فرحي ولادك واعملي لهم الحاجات اللي بيحبوها. بصي عايزه اقولك والله لو جربتي الوصفه بتاعتي بكوبايه الميه المغليه دي، بصي تركية تودي الكيكه بتاعتك في حته تانية خالص. تحفه. والصوص بقى الشوكولاته اللي احنا عملناه اصلا من غير شوكولاته فطعمه خطير. شايفين بقى اللي فيه لمعه ازاي؟ عشان كنت حاطه له بقى زيت. وعايزه اقول لكم بجد نوع الكاكاو بيفرق كمان. لما يكون نوع كاكاو كويس بيبقى الصوص طعمه حلو. تقدري بقى تزينيه باي حاجه عندك. انا كنت جايبه ب10 جنيه فارماسي، وب10 جنيه اسمه ايه ده، والله نسيت اسمه. فكريني يا بنات. الكريز، كريز ملون على اخضر على احمر، الموجود عند الراجل. يعني انا ما كلفتش الحاجه قوي بصراحه، بس انا بحب اعمل كده الشكل عشان الولاد، عشان بيحبوا كده ايه ياكلوا الحاجه كأني جايباها من بره. بفرحهم كمان. عايزه اقول لكم والله بجد كانت ورا الكاميرا مأساة. ولادي عمالين يعيطوا يلا يا ماما عايزين ناكل يا ماما الكيكه. ريحتها تحفه بصراحه، قلب ريحه البيت. ريحتها تحفه وشكلها اصلا بيشهي. شايفين بالله عليكم جمال ولا مش جمال؟ لا تروحي بقى تجيبي لي دستة جاتوه قد كده، ولا تكلفي جوزك ولا تكلفي نفسك. قومي اعملي ب3 بيضات العظمه اللي انت شايفاها دي في الجو الساقعه دي بقى، مع كوبايه شاي بلبن الصبح وانتوا اول ما تصحوا كده في الويك اند، ولا وانتوا بقى متجمعين كده وقاعدين مع بعض في الاجازه. كوبايه شاي بلبن كده وحته كيكه، حاجه كده تحفه بجد. يعني هي القعده في الشتاء بالذات ما ينفعش تقعدي كده ورديحي، لازم يبقى معاها كيكايه كوبايه شاي بلبن. انا بصراحه يعني بحب الكيكه تبقى عندي صيف شتاء، يعني دي اساسي. قطعي بقى الجاتو بتاعك كده بالشكل الجميل ده. وعايزه اقولك بقى اللي هياكل الجاتو ده هيقولك انت عامله الطريقه ازاي. طريقه حلوه جدا جدا يا بنات، مش شكرانيه في نفسي والله بجد. جربيها مش هتندمي. انا شلت دي طبعا عشان شكلها اتغير، بس هحط واحده غيرها ان الشكل عندي اهم حاجه. بصوا بقى زينت كمان الكيك بتاعي او الجاتو بتاعي باقل التكلفه ازاي. مش هقولك بقى جيبي عين جمل وكلفي الحاجه بقى، بابسط الامور خالص. ست بيت زي اي ست بيت، عايزه اقوم اعمل حاجه لاولادي هقوم اعملها الموجود عندي. مش لسه هنزل اجيب والحاجه بقت غاليه. والله شكله بجد تحفه. لا تسلم ايدك يا فاتن بجد. شايفين؟ شايفين شكله جميل ازاي؟
طب بقى نصلي بينا على النبي كده ونقول على اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لايك وشير بقى وسبسكرايب لقناتي عشان انا زعلانه منكم، عشان دايما بعمل لكم فيديوهات وانتوا مش بتشجعوني. طيب الفيديو ده بقى يحتاج تشجيعة حلوة كده، والصوص اللي انا عاملاه لكم الجبار ده، الصوص الشوكولاتة ده تحفة جدا. وشايفين بقى الجاتوه، شايفين مع كوباية شاي بلبن بقى حاجة كده تانية تنسي الدنيا كلها. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم يا بنات، ووصفتي تكون سهلة وبسيطة عليكم، وتكون انا كمان ضيفة خفيفة عليكم. اتمنى يا رب تكوني يعني بتستفيدي مني. لايك وشير بقى وسبسكرايب لقناتي، ودعوة حلوة من قلوبكم. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي.